الخلع يا فندم 88% من الطلاق بترد الربع جنيه وتاخد القايمه والذهب والعيال ونفقات العيال والشقه وتتجوز عرفي. توافقي على هذا الكلام؟ اكيد لا. وفجاه يفقد بيته واسرته واطفاله؟ اكيد ده شيء غير انساني وغير اخلاقي بالمره. يعني ايه تخلعه دون علمه او انها ما ده انا عايز افاجئ حضرتك بقى، طبعا يعني هي لو خلعته حتى سوية. بعلمه غصب عنه ده مخالف للشرع. واعتقد يعني في حلقه ممكن الناس ترجع لها على اليوتيوب مع فضيله المفتي وقتها، فضيله الدكتور نصر فريد واصل، وهو احد اعضاء هيئه كبار العلماء، ممكن الناس ترجع له، ورفض الخلع وقت اقرار القانون، وقال ان كان في ضغوط من السيده الاولى ان القانون ده يعدي، وحلقه كامله مع العالم وائل الابراشي ربنا يرحمه. فممكن الناس ترجع لها، ممكن الناس ترجع لراي الاستاذ الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعه الازهر، واللي عملوا كتاب بعد ما القانون اقر عشان يخلوا مسؤوليتهم قدام ربنا، عملوا كتاب يتكلموا فيه عن الخلع، وقال ما ينفعش تسلم الراجل حق الطلاق، لان في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام الطلاق لمن اخذ بالساق. وفي واقعه امراه ثابت بن قيس اللي هم بيستندوا اليها، الرسول ما طلقهاش. الرسول قال لها رجع عليها حديقه واسند الطلاق للزوج. الناس اللي بتقول امروا، لا ما امروش، لان اي واحد مبتدئ بيقرا فقه يعرف ايه الفرق ما بين الامر اللي بغرض الوجوب والامر اللي بغرض النصح والارشاد. الامر ده بغرض النصح والارشاد مش بغرض الوجوب. اساسا ان لو هي لا تطيق الحياه مع هذا الرجل، ليس من يعني اكيد مش من الدين ان انا اكرهها على تلك الحياه. الضرر حضرتك، يعني هي مش رايحه تتفسح، هي داخله علاقه مقدسه. في قاعده شرعيه كده فقهيه ممكن حضرتك ترجعي ليها، اينما لا يوجد ضرر يحدده القاضي فلا طلاق للقاضي. وبس عشان انا ما افتكرش ان انت بتمنعها ان هي تتطلق، هي راحت قدام القاضي قالت له مش عايزه الراجل ده. ايوه ماشي، مش عايزه الراجل ده، هو يرفض يطلقها. ايوه ترجع له حاجات. ليه الراجل بيرفض؟ لانها مش عايزه ترجع المهر الحقيقي. هي بتروح ليه؟ عشان عارفه ان المهر مكتوب في قسيمه الجواز جنيه، فبتروح ترجع جنيه، تاخد شقته لو حاضنه، وتاخد الاطفال حضانه ابديه، وتاخد معظم دخل اجور ونفقات، وتاخد العفش اللي في القايمه. في اغلب الحالات لانها متضرره، في ضرر واقع عليها. تثبت الضرر. ده في مش هي متضرره؟ تثبت الضرر. هل النهارده منطقي ان واحده ترجع جنيه وتاخد شقه وتاخد الاطفال وتاخد معظم دخل اجور ونفقات وتاخد العفش؟ وحضرتك بعد كده احنا مستغربين هم ليه 85%؟ في الحالات دي الرجل مظلوم، ولكن ده الحالات الحالات كلها في المحاكم ما فيش واحده بترجع المهر الحقيقي. لو هي هترجع المهر الحقيقي الراجل هيطلقها. النهارده انت فتحت باب خلفي لكل واحده، جوزها يقول لها ما تلبسيش قصير، ما تتاخريش في الشغل، ما تعمليش مش عارف ايه، خلاص السكه معروفه، هتروح ترجع جنيه وتطلعه في شنطه هدومه. بعد كده حضرتك مستغرب ليه ان نسب الطلاق الخلع بتزيد؟ ما انا بالظبط